في مثل هذا اليوم من تاريخ 16 من شباط 2016 تعرض حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى أشرس الهجمات بالأسلحة الثقيلة الذي جمع أكثر من 24 فصيلا بقيادة تركيا ممثلين بالائتلاف وبقايا ما يسمى بالمجلس الوطني الكردي وأحرار الشام وفرقة السلطان مراد والجبهة الشامية وجبهة النصرة نور الدين الزنكي لواء الفتح لواء المجاهدين أحفاد الحمزة. بدأ الهجوم من 3 محاور من السكن الشبابي بالأشرفية ومن القسم الشرقي للحي ومحور كاستيلو مستخدمين الأسلحة الثقيلة كصواريخ الفيل وأسطوانات الغاز شديدة الانفجار. ولم يكتفوا بذلك بل استخدموا أيضا الأسلحة الكيميائية والغازات السامة المحرمة دوليا تسببت بانهيار البنية التحتية بالمناطق المأهولة بالمدنيين. وهب كل شعب الشيخ مقصود والأشرفية بكل مكوناته للدفاع عن الحيين ممثلا بقوات حماية المرأة والشعب يبجي ويبكي وبتكاتف الشعب جنبا إلى جنب. الطرف الآخر يملك كل أنواع الأسلحة الثقيلة بما فيها الدبابات، أما شعبنا لم يملك الأسلحة الثقيلة ولكنه كان يملك سلاحا أشد وأقوى وهو سلاح أخوة الشعوب والعيش المشترك والمصير المشترك. وقدموا العشرات من الشهداء في الدفاع عن الشيخ مقصود وعن حلب كل حلب. وكان الاسم المسمى على الشيخ مقصود حي المقاومة مثال الحرب الشعبية الثورية. وبعد 12 عاما من الأزمة السورية واحتلال عفرين وتل أبيض والشمال السوري انتهت حرب الوكالة وأصبح واضحا بشكل جلي للتدخل الدولي لأن حرب الوكالة لم تعد تنفع. ومن هنا نقول وندعو الشعب السوري بكل مكوناته الالتفاف حول مشروع الإدارة الذاتية لأنه المشروع الديمقراطي الوحيد الذي يضمن حرية وحقوق كل الشعوب في المنطقة ويحافظ على سوريا حرة ديمقراطية لكل السوريين. الحرية للقائد عبد الله أوجلان والشفاء للجرحى. عاشت سوريا حرة ديمقراطية. برخدان جيانا.